نرجع بقى. شيكابالا كان اهو. ادي البت الصايعه دي مذيعه انتوا عارفينها اهي، شيماء صابر اهي اهي اهي. لا مش قناه زمان يا جماعه، اهي صوره كده مع الكلب بتاعي. خلاص. مين اللي مسح بكرامتها الارض؟ انا. بقول لكم ايه، شيكابالا ده موال. هوريكم انه كذاب وما صنش اللي انا عملته له، ومتآمر مع ممدوح عباس. هوريكم انه كذاب بالورق والقلم بالمستند. عيل كذاب. وده لما يشيل جميل اللي رجعه من الترب اتأمر عليه. كان في بطولة عربية بسرعة كده بقى، بطولة عربية في السعودية. أول فريق لعبناه فريق تونسي على ما أعتقد، غلبناه 4. مش كده؟ كان فين؟ تونسي هو مش كده؟ 4. فيها مشكلة دي؟ لا خالص. طلع بقى التلفزيون السعودي، احنا مش لاقيين اصل احنا غلابه، ده مطلع ميتين امنا. ده انا اللي هطلع ميتين امك يا كذاب. ده انا جايبك من الترب. ده احمد سليمان استقال لما شافك في مكتبي انت ومدحت العدل واخوه جمال والواد اللي اسمه عمرو الجنايني، وقال لي اصل شتمني في فرح اطرده. قلت له مش هطرده، اللي يدخل مكتبي مش هطرده. وكان المحافظ قاعد تمام. وجري استقال، بعدين رجع في الاستقاله وعيط. مش مشكله، دي قضيه ثانيه. انا بتكلم احمد سليمان والاحكام اللي عليه راخ. ما هو كل حاجه بالاحكام دلوقتي، بس انا اللي بطلع. ده سب وقذف يا باشا، مش مخل بالشرف لا. والواد التافه تاني الشادي اخو الملحد اللي بيقول لك مرتضى بيقول مش هنزل الانتخابات عشان ممنوع. هجيب لك الفيش التشبيه بتاعي اخر انتخابات، اخر اللي هي فاتت دي تمام. والحاجه اولادها قالوا اوعى تنزل، مكتوب كده لا شيء. هجيبه لك الاجتماع الجاي. لا شيء يعني اقدر انزل الانتخابات وابقى رئيس نادي محدش عارف يكسبني واديك بجزمه انت واخوك يا كذاب. نعم. الاعضاء البرلمانيه كلهم منتظرين حضرتك تترشح. شاطر. المهم خلص يا جماعه المأموريه بتاعته هناك. جه بقى في مصر اليوم صفحه عند الواد اسلام صادق. عندنا مشاكل، مش لاقيين ناكل، انا بشحت والزملاء بتوعي يطقوا. عمل ايه بقى؟ حرض اللعيبه ما تنزلش التمرين الصبح. ميدو موجود، وانا ليه بعذر ميدو في اللي بيعمله؟ قلت له ابعد يا ابني، انت دلوقتي على المسرح واخد بالك، انت اللي هتتهري شتيمه. برضو ايامي كان بيتصدر، كلمني الصبح قال لي تمرد من اللعيبه رفضوا ينزلوا التمرين. ده شيكابالا بيه اللي انا جايبه من الترب، اللي بعد ما كان المفروض جاي من الاسماعيلي يعتزل، اللي مش قادر يجري، ده مش قادر يقف. المهم قلت له نزل على البتاع الموقع بتاعكم ده اللي هم بيسموه ايه؟ لا مش واتس، جروب ده اللي مش هيجي الساعه 4 التمرين هشطبه وبيروح يشتكيني. كان في سفر بره، مسافرين بلاد طبعا على طول طياره خاصه. فقبل ما اجي مشي. امال فين كابتن الفريق اللي هو بيدي بقى؟ لا مشي عشان دلدول عباس اللي كان بياخدوا اللعيبه يوديهم له المستشفى، يدي كل لاعب 100,000 ياخد هو 400 و500. اللي بياخد 30 مليون عشان يجيب بنتين يرقصوا اللبيب ويرقص معاهم. ولما عملوه كلب ومشوه في الشارع انا اللي رفعت له قضيه ضد العيال من الجماهير. ولما طلعوه الطرب انا برضو اللي عملت كده. عمل ايه بقى؟ لا ما بيحضرش اجتماع رئيس النادي. ده انت بقيت بلطجي؟ انا بلطجي تمام. وبعدين راح منزل بيان اللي هو ده. هوريكم بقى انه كذاب اهو. هذا الكذاب يوم 8 اغسطس 2023
صفحته. انا اعمل كده وبعدين اقرا اهو ده. ركز يا ابني اهو. بيقول عليها رئيس نادي السابق. اللي خيره عليك. اللي جزمه اللي انت لابسها انت عارف بتاعت مين؟ ها؟ ما انت قايل لي ادب ههزقك. السابق اهو الثانيه اهي. اقراها لكم. المتآمر قال لك ايه؟ رئيس النادي السابق بيقول لك ايه بقى؟ جماهير الزمالك العظيمه يا عم ابعد عنها بقى. ده انت قبل كده عملت كده للجماهير. ده انت قبل كده عملت كده للجماهير. ما تبعد عن امنا بقى. يا راجل انت ما رحتش النادي الاهلي واتعاقدت هناك. ده انت خارب الدنيا. هروب من باوك، هروب من سبورتنج لشبونه، هروب مش عارف من الفات، هروب من في ايه؟ وعمالين ندفع مليار 100 بتاع ده مليون يورو مش عارف ايه. ده انت خارب البيت. تمام؟ بس بصراحه دورك الايام دي لما بتجيب بصراحه لحسين لبيب البيت مرات احمد خالد صالح ابن المحترم عشان ترقص. والبنت التانية العبيطة دي مين دي؟ انا خرا. عشان جايبهم عشان يطبلوا له ويرقص 30 مليون. يا راجل ده انا لو جبت فيفا عبد مش هتاخد مليون. كاتب ايه بقى؟ انا من جميع اتحاد لكم اليوم ليس فقط بصفتي قائد لفريق. عمرك ما كنت قائد. القائد ما بيهربش. القائد ما بقاله 6 اشهر بيعامل نفسه عيان. وتشرفت بحمل شارة قيادة القلعة البيضاء. يعني انت عايز تبقى زي الونش؟ عايز تبقى زي زيزو؟ يا ابني ده جماهير الاهلي بتفرح لما بتنزل المطوشه بتاعتها. بيفرحوا قوي قوي. ويقعدوا يدوروا عليكم مش هيلعب النهارده. اتفضلوا يا سيدي. دلوقتي واحد من تربه داخل جدران النادي العظيم مدة ربع قرن. عملت ايه في الربع قرن؟ ولا حاجة. ده انا دارسك وحافظك وعجنك. ها؟ السابق ماليش اسم. زي بنت اسمها خيرية شعبان طالعة في القناة بتاعتها فحاطين صورتي. انا طايقه. حاطين صورته ليه؟ هي بتاعت امك يالا. هي قناة امك. هي قناة امك. انت عبيط يا. انت اخوك الظابط اللي خارب الدنيا. استنيني يا خيرية انا جاي لك. استنيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في كل مكان. طبعا فيديو النهاردة فيديو مهم جدا 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 وكله تفاصيل مهمة جدا. ولكن طبعا قبل ما نبدأ في الفيديو يا ريت لو مش مشترك في القناة اشترك واضغط اعجاب على الفيديو وما ننساش طبعا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن المستشار مرتضى منصور وعن رد فعل المستشار مرتضى منصور على تجديد عقد شيكابالا في نادي الزمالك. تمام. يعني فيديو النهاردة أو حلقة النهاردة هنتكلم عن واحدة من أكثر المواضيع يعني اللي فيها سخونة كده في نادي الزمالك، وبالأخص طبعا ما بين مرتضى منصور وما بين شيكابالا. وطبعا احنا عارفين ان في خلافات ما بينهم. تمام. وهنسمع النهاردة عن رد فعل المستشار مرتضى منصور على تجديد عقد شيكابالا في نادي الزمالك. خليكم معانا كده عشان نعرف التفاصيل الكاملة. شيكابالا قائد الزمالك وأسطورته جدد عقده مع النادي مؤخرا، لكن المستشار مرتضى منصور رئيس النادي السابق كان له رأي مختلف تماما. في مؤتمر صحفي قال المستشار مرتضى منصور قال ان شيكابالا بيحرض اللاعبين على التمرد وبيغيب عن التمرين، وحتى انه قال شيكابالا عامل نفسه اسطورة وهو كان بيحرض لعيبة الزمالك. طبعا ده رد فعل المستشار مرتضى منصور، والكلام اللي هو قاله ده قاله في مؤتمر صحفي. تصريحات مرتضى منصور
صرح طبعا وقال يعني هو ما وقفش عند الكلام ده كده وبس، لا تكمل. يعني كمان هو اتهم شيكابالا بالتسبب في خسائر مالية للنادي بسبب تصرفاته، وقال هرب من أندية كتيرة وغرم الزمالك بتصرفاته أموالا طائلة. كمان يعني سخر من تجديد عقده وقال إن النادي بيحمله فوق طاقته. ولكن طبعا رد فعل شيكابالا مسكوتش بعد ما سمع الكلام ده من المستشار مرتضى منصور، طبعا مسكوتش. قدم طبعا بلاغ رسمي ضد المستشار مرتضى منصور بتهمة السب والقذف والتشهير، وأرفق البلاغ بفيديوهات وتسجيلات يعني تثبت الكلام ده. وبيأكد إن الموضوع يعني مش مجرد بس خلاف بينهم، ولكن ده يعني على كلام شيكابالا إن ده صراع كبير ما بينهم. تمام. يعني خلينا كده مع بعضنا نحلل الموقف. الموضوع ده بيطرح تساؤلات كتير. هل كان تجديد عقد شيكابالا قرار صائب، يعني قرار صعب؟ هل تصريحات مرتضى منصور كانت في محلها؟ هل تصريحات مرتضى منصور كانت في محلها؟ ازاي يتأثر الفريق بالصراع ده؟ كل دي طبعا أسئلة محتاجة إجابات. ف يعني هو ده كان رد فعل المستشار مرتضى منصور على تجديد عقد شيكابالا في نادي الزمالك. طيب يعني احنا مش عارفين المشكلة في يعني اللي ما بينهم كانت ايه بالظبط، او في خلافات ما بينهم وتفاصيل كتيرة مش عايزين برضو نتكلم عليها. فيعني احنا كده مع بعضنا مثلا، هل نؤيد تجديد عقد شيكابالا ولا شايفين ان الوقت حان لاعتزاله؟ يا ريت كده تكتبوا في التعليقات. تمام. كل واحد يقول رأيه، وكل واحد طبعا يقول رأيه في كلام المستشار مرتضى منصور ورد فعله على تجديد عقد شيكابالا مع الزمالك. ولكن برضو عايزين نقول كلمتين مهمين جدا جدا في حق المستشار مرتضى منصور. هو كان رئيس نادي الزمالك السابق. آه، يعني بصراحة هو من بعد ما ساب الزمالك والزمالك ما مستوى قل. كان هو فعلا 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 يعني حاكم الزمالك. كان الزمالك في وقتها ممتاز جدا. تمام. وما زال هو برضو يعتبر رئيس نادي الزمالك. احنا بنقول السابق، ولكن طبعا لحد الآن هو يعني له رأي وله برضو كلمات، ولحد الآن هو برضو بيطلع بتصريحات قوية جدا وردود فعل. يعني لما بنشوف كده مباراة ما بين الزمالك وما بين فاركو، او ما بين الزمالك والاهلي، او انسحاب الاهلي من امام الزمالك، بنشوف طبعا التصريحات اللي هو بيطلع يقولها ويتكلم عن الزمالك. فهو المشكلة اللي ما بين المستشار مرتضى منصور وما بين شيكابالا زي ما قلت لكم في تفاصيل ما بينهم كتيرة. تمام. والمشاكل اللي ما بينهم طبعا أدت إلى شيكابالا طبعا كتب بلاغ فالمستشار مرتضى منصور. فإن شاء الله بإذن الله الخلافات اللي ما بينهم هتنتهي طبعا بالصلح، يعني أكيد إن شاء الله. تمام. ونتمنى ذلك. فده كان فيديو النهاردة عن رد فعل المستشار مرتضى منصور على تجديد عقد شيكابالا مع الزمالك. ده كان فيديو النهاردة، ان شاء الله يا رب يعجبكم. ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.